المرة دي في أهالي كتير كلنا بنجري حوالين ابننا. بنجري حواليه يذاكر، بنجري وراه حواليه حاجات يعملها لنا في البيت ومفروض ان هو يعملها، ونفضل نجري وراه في المدرسة انه بيعمل الحاجة اللي المفروض يعملها والواجبات، وبنخليه يطلب طلبات لينا وهو في بيتنا انه الولد محتاج يعملها او البنت محتاجة تعملها معانا. ف وانا واقفة في النص كأني بجري وراهم طول الوقت على الولد. طب احنا نعمل ايه بقى؟ الموضوع سهل جدا. احنا محتاجين نسيب ايدينا لينا او للولاد ان هم يعملوا اللي يقدروا عليه يعملوه. وانا كأم بقى اللي عشان اعرف اعمل ايه هروح لمركز او لحد متخصص، اقعد معاه اقول له للمتخصص معايا ايه الحاجات بالظبط، البوينتس او المواضيع اللي انا بعملها مع ابني وبيحصل بينا مشاكل كتير. الحاجات دي لما اقعد مع حد متخصص في مركز هيدينا بالظبط ايه اللي هو يقدر يكون نتيجته عاملة ازاي. وساعتها اكيد الدنيا هتبتدي يحصل فيها سن تحسن، حتى ولو 50 أو 60% هيحصل فيها تحسن من خلال وجوده مع تخصص في مركز بيشتغل بطريقة دولية. إن شاء الله المقابلة مع المركز هنقدر نطلع بوينتس محددة ومواضيع محددة، الأم تعمل بيها ازاي، الأب يعمل بيها ازاي نتعاون في ان حالة ابننا في النهاية ما نبقاش بنجري حواليه طول الوقت.